شايفين الجبنة الكريمي دي؟ عملناها من الجبنة القريش. عملنا من احلى جبنة قريش، عملنا جبنة كريمي بطريقة سهلة وبسيطة، والطريقة هتعجبكم. بس نكمل الفيديو مع بعض، وبس ما تنسوش تشتركوا في القناة. ويلا اقول لكم عملناها ازاي مع بعض. السلام عليكم. النهارده جيت لكم بجبنه، هعمل معاكم الجبنه القريش، هنحولها لجبنه كريمي بطريقه سهله وبسيطه. ان شاء الله الطريقه هتعجبكم. بس قبل ما نبدا لازم تصلوا على النبي. انزلوا اشتركوا في القناه. انا هنا معايا 2 من الجبنه القريش، ومعايا كوبايه من اللبن، ومعايا 2 من الفلفل. ده اللي كله هنستخدمه النهارده. يلا نبدا مع بعض. هنا انا جبت الخلاط، نزلت ب2 الجبنه القريش وعليهم كوبايه اللبن. هضربهم كويس قوي في الخلاط، وهنزل معاهم كمان بالفلفل. ضربتهم كده، سيبهم يضربهم شويه لحد ما يتقلوا معايا. انا هنا معايا 2 من الجبنه. لو معاكي واحده بس جبنه استخدم نص كوبايه لبن عن واحده بس، وعلى 2 كوبايه لبن. هضربهم كده لحد ما يتقلوا معايا. انا جبت هنا معايا طبق، اوريكم بصوا القوام بتاعه. جبنه كريمه حلوه جدا للناس اللي بتعشق الجبنه القريش. ممكن تعملها بطريقه سهله، ونغير برضو في الطريقه. ممكن تعملها جبنه كريمي طريقه مختلفه جدا، وبتنفع جدا في السندوتشات، وحلوه وطعمها جدا، مش هتفرقها خالص عن الجبنه بتاعت بره، وبتشبه كتير برضو جبنه البراميلي. 90% نفس الطعم، فيها طعم كتير قوي منها، وسهله وبسيطه. وانا عن نفسي من الناس اللي ما بتحبش الجبنه القريش خالص، فعملت الطريقه دي فعجبتني. يا رب الطريقه النهارده يكون عجبتكم واستفدتوا منها كتير. ده كده عملت لي كل الكميه ديت. عملت لي 2 طبق كبير وطبق صغير. حلوه جدا، وكل ما تقعد معاكي اكتر في التلاجة بتتقل اكتر. يعني انا كده لسه عاملاها، لو قعدت معايا نص ساعه حطيتها في التلاجة هتلاقيها اتقلت اكتر. الجبنه الكريم بيت اكتر. وكده عملنا كل الكميه. النهارده الطريقه سهله وبسيطه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والطريقه كمان تكون عجبتكم. بس لازم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. عايزه لايكات بقى حلوه وكومنتات كده احلى. بصوا اوريكم القوام بتاعها عامل ازاي. حلو جدا، سهله وبسيطه تعمليها في البيت بدل ما تشتريها من بره. انتي اللي هتعملي. ونغير برضو من الجبنه القريش، وهعمل لكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير كذا صنف وكذا حاجه. برضو هندخل فيها الجبنه القريش لكذا طريقه. وبس كده خلصنا الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده، والطريقه كمان تكون سهله وبسيطه وعجبتكم استفدتوا منها. قولوا لي برضو حابين اعمل معاكم ايه تاني، حابين برضو حاجات في البيت هنستفيد منها ونحولها لحاجه تانية خالص. وبس كده خلص الفيديو بتاعنا. ان شاء الله اشوفكم تاني في فيديوهات تانية جديده.